السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى النهاردة نعمل تحلية سهلة قوي قوي قوي. ممكن اي بنوتة لسه بتتعلم الطبخ وكده تعملها لاخواتها، زي بنوتي كده الكبيرة ربنا يبارك فيها. ممكن تخش تعملها لوحدها، او ممكن مثلا عروسة جديدة تحب ان هي تعمل حاجات سهلة وفي نفس الوقت شيك. تعالي نشوف عملنا ايه. جبنا حوالي نص كيلو لبن، ماشي عليهم 4 معالق سكر. يعني كل كوباية لبن عليها معلقتين سكر كبار ومعلقة نشا كبيرة. تمام. معايا بقى كيسين فانيليا. المكون الحلو السهل اللي هو كاكاو كورونا، دوت كاكاو طبعا هو بيتشرب اصلا، يعني محلى وكمان طعمه مظبوط وكويس. الكاكاو الخام حلو برضو في الوصفة ديت، بس الحقيقة الكاكاو الخام تجربته مش قوي معايا. لازم تجيبيه من عطار يكون كويس قوي عشان يبقى ريحته كويسة. كورونا هنا عمل معايا نفس النتائج بالظبط وفي نفس الوقت احلى واضمن، ريحته حلوة ومفيش فيها اي حاجة خالص، بالعكس الاولاد اصلا بيحبوه. حطيت بقى هنا على اللبن بارد، ماشي. حطيت عليه كاكاو كله، كيس كله، وحطيت كيسين الفانيليا كلهم على نص كيلو لبن. وهنا هحط بقى المعلقتين نشا كبار، لان كل كوبايه بتاخد معلقه نشا، واربع معالق سكر. طبعا السكر ده على حسب الرغبه، ممكن تدوقي كده لو لسه محتاج سكر زودي. هنا بقى ضربته بالمضرب السلك كده على ايدي، بحيث ان هي الحاجه كلها تدوب. طبعا اللبن بارد ساقع، فبالتالي ان النشا هتدوب بسرعه. اللي ممكن يغلبك شويه الكاكاو لانه بيحتاج ان هو يتقلب على حراره، فانا طبعا هنقل على النار بعد شويه. بس كنت بتاكد ان النشا تقريبا دابت، علشان ما تكلكعش معايا على النار. اخدته على النار بقى كده، على النار هاديه ومع نفسي كده بقى، لحد ما وصل للشكل اللي انت شايفاه ده. قوام حلو مظبوط، مش خفيف ومش تقيل، لانه لسه لما بيبرد بيتقل اكتر. صبيه بقى زي ما انت عاوزه. اغرفيه مثلا، انا غرفته في كاسات واسعه شويه عندي. عايزه تغرفيه مثلا في اطباق صغيره براحتك برضو. انا هنا حطيت عليه جوز هند وفول سوداني مجروش، كانوا عندي في التلاجة اصلا. والعيال كانوا شارين لي شوكولاته كابري دي، رحت قسمها اتنين كده وحطها عليها تدوب فيها كده برضو، وتدي شكل في نفس الوقت. حاجه زي الفل. الف هنا وشفا.